عارف ايه اللي بيخلي بياع شاطر يفضل مكانه وبياع عادي يعمل ملايين؟ الفرق مش في الموهبة، الفرق في غلطة انا عملتها وكلفتني سنين من عمري. انا بدأت في المبيعات من صغري، اشتغلت مع ابويا في الرخام قبل الثورة، وبعدها في الرحلات، وعملت مزارع فراخ وتوزيع اكسسوار كمبيوتر. كنت بياع قناص وبجيب قرش كويس، بس كان عندي عيب قاتل. اول ما الدنيا تلطش في مجال او تحصل ازمة زي الثورة، اسيب المجال واروح ابيع حاجة تانية. حتى لما دخلت الاونلاين من 8 سنين كررت نفس الغلطة، احفر هنا شوية وهنا شوية وما كملش. النهاردة بشوف ناس كانوا بدأوا معايا وكانوا تلامذة عندي في المبيعات، بس كملوا في نفس الطريق، بقوا دلوقتي عمالقة واصحاب شركات. ما تغلطش غلطتي، واعرف ان النجاح مش انك تلاقي سبوبة سهلة، النجاح انك تحل مشاكل المجال اللي انت فيه وتثبت. الاستمرار بيكسب الذكاء، والرزق بيجي بالصبر مش بالفهلوة. انا محمد القفاص، وهنا بنتعلم نربح بوعي. اشترك في القناة وفوق لنفسك قبل ما الوقت يسرقك.